حاجات عن الكركديه. واو. 2 منهم بس انتوا اللي عارفينهم. لو اتشرب ساقع بيعلي الضغط، لو اتشرب سخن بيوطي الضغط، لو اتشرب اساسا بيخلي الجسم يصنع كولاجين، وده اللي الناس كلها عايزاه. 3 حاجات بقى لو اتعمل ماسك وتحط على الوش. اول حاجه بيقلل تكسير الكولاجين، تاني حاجه بيمنع تكسير ماده الالاستين. ماده الالاستين دي هي اللي مسؤوله عن ليونه الجلد علشان الخطوط. تالت حاجه بيشتغل كمقشر للوش. ليه؟ عشان فيه ماده الالفا هيدروكسي اسيد. نعمله ازاي ماسك عشان نحطه على الوش؟ بنجيب 60 مللي ازازه جليسرين من الصيدليه، ونجيب كركديه خام، معلقتين كبار من الكركديه الخام على ال60 مللي جليسرين، نحطهم في برطمان ونقفله ونسيبه 3 ايام. لو 5 يبقى احسن. بعد كده بنجيب شاش نصفي الجليسرين من الكركديه اللي ينزل من عندنا، اللي بينزل بنسيبه في البرطمان، ناخد منه معلقتين صغيرين نحطهم على علبه كريم صغيره ونقلبها ونقفله ونسيبهم في الثلاجه. وبعد كده بنستخدم من مره لمرتين في الاسبوع، نحطها على الوش كماسك ربع ساعه، وبعد كده بنشطفه علشان باختصار نوصل ل4 حاجات مهمين. الماسك ده بيعمل ايه؟ بيرطب، بيقشر، بيشد، ويرفع الوش.